ركبتك اللي مستحملاك وبتقع عليها كتير لو انت بتمارس رياضة قوية او حصل لك حادثة قديمة، فالفيديو ده ليك. الرباط الصليبي لو اتمزق تحس بألم شديد في الحركة، وقدرتك على الحركة مش هتبقى مظبوطة زي الأول، وده في كتير بيحتاج للجراحة لإعادة بناء الرباط الصليبي. إصابة الرباط الصليبي ليها أسباب زي اصطدام جانبي عنيف بمفصل الركبة، تمدد مفصل الركبة، السقوط الغير منتظم او السقوط بطريقه غير سليمه، توقف او التغير المفاجئ للحركه اثناء الجري. عمليه الرباط الصليبي الحمد لله من العمليات الناجحه جدا بنسب نجاح تتعدى 90%، ومعظم المرضى اللي بيعملوا العمليه دي بيقدروا ان هم يرجعوا لنشاطهم ووظيفتهم الطبيعيه ان شاء الله. بعد عمليه الرباط الصليبي مهم جدا ان احنا نعمل كمادات تلج كل 6 ساعات لمده اسبوعين، حمايه من التصاقات المفصل. الشيء التاني هو ان انا ببقى معايا عكازات، لازم امشي بواسطه العكاز، وهنا الهدف هو الحمايه على الاتزان عشان ما يحصلش فشل في العمليه. العلاج الطبيعي من الحاجات المهمه جدا، والتاهيل وده يعتبر جزء اصيل من العمليه على حسب تعليمات الطبيب طبعا. الحاجه الثالثه هو ان انا حفاظ من المجهود العنيف على اول فتره 6 اسابيع، ده شيء مهم جدا علشان ما نبوظش العمليه اللي احنا عملناها. ولو في اي استفسارات عن عمليه الرباط الصليبي تقدروا تكلمونا على الصفحه وهنرد عليكم.